عليكم ورحمة الله. هنعمل لكم النهاردة مولتون بنفس الكيس ده. الكيس ده يا جماعة النهاردة بنشتريه بمبلغ كبير، وهتلاقوا فيه من جوه حاجة مش مجزية. بنفتح كده ونبص بسم الله اهو، فضيناه اهو قدام حضراتكم اهو. ده ب5 جنيه، يعني ادوني الاربع وحدات دول اللي مالهمش شكل ولا لهم معنى. احنا النهارده بقى عملنا القمر ده النهارده اهو. بسم الله، بصوا الحشو بتاعه عامل ازاي. هنبص هنا، نيجي هنا نبص كده نلاقي الموضوع برضو هنا مش مظبوط قوي، زي ما احنا عندنا هش جدا وتيست. ناخد واحده كمان عشوائي كده بسم الله اهو. دي عملناها نفس دي اهو. هنفتح كده ونبص، بصوا الشوكولاته فيه عامله ازاي، غرقان شوكولاته اهو زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بقى بتاع المصانع، بصوا بقى بتاع الشيف منصور. الحجم ده نعمله زي ما انتم عايزين، واستسمحكم نمشي ورا خطوات الفيديو للاخر. وداعا لشراء ده من الشارع. وهنعمل ده، ودي الكميه كلها بكوبايتين دقيق، ونبدا الوصفه على بركه الله. السلام عليكم حبايبي الجمال، عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بوصفه المولتون شوكليت. هنعمله بطريقه سهله، يلا بينا نشتغل بالخامات اللي معانا النهارده. معانا 2 كوبايه دقيق متعدد الاستخدام اهو، 1 معلقه كبيره سكر، ذره ملح، معلقه كبيره خميره، مع ربع كوبايه ميه. وهناخد حاجه بسيطه من السكر، نقلب ده كله مع بعض اهو. بعد كده هننزل ب1 كوبايه زبادي، ربع كوبايه سمنه او الكلام ده كله هيتعجن مع بعضيه. هننزل بالخميره بتاعتنا. بعد كده 1 كوبايه كبيره ميه هننزل بنصها ونسيبها تعجن. يا جماعه الشوكولاته اهي، جبنا الشوكولاته خام وكسرناها، وبعد كده جبنا حله او كزروله كبيره وفوقيها واحده اصغر اهي او العكس. وبعد كده حطينا الشوكولاته هتسيح عشان نحشي بيها المولتون بتاعنا. وكده يا جماعه ده شكل العجين بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله. هنسيبها ترتاح وبعد كده هنقسطها مع بعض. وبعد كده يا حضرات بندمج العجينه كده على الرخامه. ولو احتاجت منا حاجه دقيق صغيره نديها لها، عشان انا عايز اديها عرق اهو. كده انا بعمل العجينه عرق عشان تمشي معايا كويس جدا جدا اهو. بعد كده هنسيبها ترتاح وهنغطيها بمفرش زي القمر، وهنرجع لها بعد ربع ساعه. حضرات الشوكولاته ساحت معانا، ومن نجاح الشوكولاته لو جه عليها نقطه ميه الشوكولاته باظت جنشت. يعني ممكن لو احنا عايزين نحط عليها زيت ماشي، نحط عليها اي نوع زيت، مفيش. ده كده نراعي عاملين الحجم اللي احنا عايزينه. انا هشتغل المولتون ده صغير اهو، بيبقى الحجم ده اللي انا عايزه. دي الشوكولاته بتاعه الحشو. عجين على 3 قطع كده عشان هنعمله بطريقه سهله جدا اهو. هنجيب دقيق على الترابيزه كده مش كتير، بحيث ان الحاجه ما تلزقش بس مننا. وهنبتدي نفرد في العجينه بتاعتنا. العجله العجين بتاعتنا، وبنقطعها كده اهو اهو. الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض اهي. طبعا انا عندي ورق سيليكون، ما عنديش ورق سيليكون اشتغل على ورق زبده مفيش مشكله اهو. بمسك انا دي كده اهي، الشوكولاتايه اهي بتاعتي اهي. بعمل ايه؟ بروح حطها زي ما انا شايف كده استقل اهو واروح لافف بقى، الف عليها بقى، لا شد ولا شيل ولا حط اهو. ده اللي احنا بنشتريه بالمحلات بمبالغ، والشكل هيبقى زي كده حضرتك اهو. عندي انا الصاج بتاعي، ببتدي اروح حاطط فيه اللي انا هخلصه. بس اهم حاجه القفل ده بيكون من تحت كده اهو، القفل ده كده اهو بيكون من تحت اهو. نعمل واحده كمان مع بعض، نعمل واحده تاني بسم الله. جبنا حته شوكولاته اللي احنا اشتغلناها اهو، حطيناها موضوع سهل وبسيط، وهينجح معاكي من اول مره. وهيبقى الموضوع بصراحه مش هتبطلي تعمليه، ولا هتبطل تشتريه من بره خلاص اهو. هنخلص الكميه كلها وهنوريكم مع بعض هنعمل ايه في السوا بتاعه. وبنفرد اخر عجينه اهو. قسطنا العجينه على 3 مراحل اهو.
بنعملها شكل دائري كده زي ما حضراتكم شايفين كانها بنعمل بيتزا. وبنيجي كده اهو نقسمها نصين اهو، ونيجي النص ده نعمله على 3 اهو، والنص ده برضه على 3 اهو. نعمل واحده مع بعض. هنجيب الشوكولاته بتاعتنا القمر اهي، نحط الشوكولاته بتاعتنا اهي، وبعد كده بنلف كده ايه، نفضل نلف لحد ما تاخد معانا الشكل كده بتاع الكروسان. وكده يا حضرات كوبايتين الدقيق ادوني كام قطعه بسم الله ما شاء الله. بعد كده هنلمعه من فوق، هقول لكم نلمعه بايه، واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو ونعمل لايك عشان يوصل اكبر عدد وكله يستفيد. وهننتظر مع بعض، هنخمره لمده تلت ساعه وهيستوي على 200 درجه، هيقعد معانا حوالي 14 دقيقه في الفرن، وان شاء الله ننتظر مع بعض الخمر والسوا. وطبعا جبنا حوالي ربع كوبايه صغيره حليب وبنضخه من فوق كده عشان يديني اللون الجميل. لو انا مش عايزه الحليب ممكن اجيب واحده اصفر بيض والمعه بالفرشه، بس طبعا العجين خمران فنخلي بالنا لا يهبط مننا. كده خلاص بيعمل زي البالون معانا، وهيخش الفرن على درجه 200 زي ما قلنا. هيقعد حوالي 14 دقيقه معانا، يعني 14 من 16 دقيقه حسب نوع الفرن اللي عندنا. وانا البخاخ ده عشان بيديني اللون من جميع الاتجاهات، وبقدر اوزع الحليب بتاعي، وهيخش الفرن على بركه الله ما شاء الله. وخرج المولتون من الفرن حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. واول ما يخرج اللبن اللي فاض مننا بنحط عليه بقه ميه صغير، وبنبتدي نرشه كده الرشه الجميله اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. نرفع بس الكاميرا فوق شويه اهو. وبعد كده ما ظبطناه يا حضرات هنغطيه. بصوا الموضوع عامل ازاي هنا اهو. بسم الله. نبص كمان هنا بسم الله ما شاء الله. الحجم بقى اللي انتوا عايزينه قسطوه براحتكم. وبعد كده باي فوطه مطبخ بيضه كده نضيفه نغطيه ونسيبه لمده ربع ساعه و10 دقايق عشان يرد، وهنغرفه مع بعض على بركه. دي طبعا كانت نهايه وصفتنا. بصوا يا جماعه الموضوع طلع عامل ازاي، سوا فوق وتحت وطريان بسم الله حبيبي يا رسول الله. والحجم طبعا زي ما حضراتكم عايزين. بصوا الطريان بتاعه عامل ازاي، والحجم زي ما حضراتكم عايزين. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو عشان يوصل اكبر عدد. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.